بعد أن خانته زوجته هرب من السجن بعد 20 سنة بواسطة مطرقة وملصق. يبدأ فيلمنا اليوم مع إندي الذي كان نائب رئيس بنك محترم قبل أن يكتشف خيانة زوجته له. أدين موظف البنك أندي دوفرين بقتل زوجته وعشيقها، وتم الحكم عليه بعقوبتي سجن مدى الحياة متتاليتين في سجن شاوشانك. وسرعان ما صادق مهرب منوعات يدعى إليس ريجينغ أو ريد الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة هو الآخر. جلب ريد لأندي مطرقة ليتمكن من صنع قطع سترونج صخرية، ثم جلب له ملصقا كبيرا يحتوي على صورة ريثا هيوارت، ثم بعد سنوات صورا لمارلين مورنو، ثم راكيل ويلش. كان إندي يعمل في مغسلة السجن، حيث تم مهاجمته باستمرار من قبل عصابة شواذ وقائدهم باجيس. وفي 1949 أقام إندي علاقة طيبة مع هادلي. ذات مرة سمع إندي زعيم الحراس الصارم هادلي يشتكي بشأن الضرائب التي سيضطر على دفعها على إرث بقي لها، فأخبره إندي أن هناك ثغرة مالية وساعده على الخروج من هذا المأزق. وهاجمت العصابة أندي هجوما وحشيا مرة أخرى. هنا تصدى لهم هادلي. ضرب هادلي قائدهم باجز ضربا مبرحا، مما نتج عنه نقل باجز إلى سجن آخر. ولم يتم مهاجمة إندي مرة أخرى. تم تعيين إندي في مكتبة السجن ليساعد السجين العجوز بروكس لجعله يدير المهام المالية في السجن. وبدأ إندي في كتابة خطابات أسبوعية لحكومة الولاية طالبا تمويلا لتطوير المكتبة القديمة. وفي عام 1954 تم إطلاق سراح بروكس الذي لم يستطع التأقلم مع العالم الخارجي بعد أن قضى 50 عاما في السجن، فما كان منه إلا أن قتل نفسه شنقا. وأخيرا تلقى إندي إمدادات للمكتبة تضمنت مقطوعة موسيقية، وقام إندي بتشغيلها على المذياع العام، مما أودي به إلى السجن الانفرادي. وبعد خروجه منه برر فعلته بأنه سيظل متشبثا بالأمل، وهو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع السجن أن يسلبه إياه. في عام 1963 بدأ نورثن رئيس السجن باستغلال السجناء لأعمال عامة، ولمهارة إندي في الأعمال المالية جعل إندي يقوم بغسيل أموال له مستخدما اسما مستعارا يدعى راندل سيفز. وفي 1965 تم سجن تومي ويليامز بتهمة السرقة، وانضم إلى دائرة أصدقاء إندي وريد، وساعده إندي في اجتياز اختبارات محو الأمية. وذات يوم بعد أن سمع تومي تفاصيل قضية إندي، صرح تومي أن شريكه في الغرفة في سجن سابق أخبره بشأن هذه القضية، واعترف أنه هو من قتل زوجة إندي وعشيقها، مما سيثبت براءة إندي. نقل إندي هذه المعلومة لرئيس سجن نورثن الذي رفض الاستمتاع، وأودع إندي في السجن الانفرادي، ثم أمر بقتل تومي، فرفض إندي الاستمرار في عملية غسيل الأموال، لكن نورثن هدده بتدمير المكتبة وحرمان إندي من الحماية ضد العصابة. وبعد خروج إندي من السجن الانفرادي أخبر ريد عن حلمه بالعيش في قرية مكسيكية على ساحل المحيط الأطلسي تدعى زيهواناتانيغو، ولكن ضحك ريد بسخرية ولم يصدقها، وقال أنه مجرد حلم، بما أنه سيبقى في السجن مدى الحياة. طلب منه إندي أن يعيده بأن يذهب إلى حقل بالقرب من بلدة باكستون عندما يخرج من السجن، ليبحث تحت شجرة هناك عن حجر أسود سيجد تحته شيئا ما، لكنه لم يخبره ما هو. وفي اليوم التالي وجدوا زنزانة إندي فارغة، فاشتاط نورتن غضبا ملقيا إحدى صخور إندي على ملصق راكيل ويلش المعلق على الحائط، فاخترقت الصخرة الملصقة كاشفة عن النفق الذي حفره إندي بمطرقته خلال 20 عاما المنقضية. هرب إندي في تلك الليلة من خلال النفق ثم ماسورة الصرف الصحي الخاصة بالسجن، حاملا دفتر حسابات نورثن الذي يحتوي على تفاصيل عملية تبييض الأموال. وفي الصباح التالي قام إندي باستخدام الاسم المستعار راندال ستيفنز وسحب كل الأموال من البنوك. وأخيرا قام بإرسال دفتر الحسابات وأدلة الفساد والقتل الذي يحدث في شاوشانك لمجلة محلية، فقامت الشرطة بالقبض على الحارس هايدلي
بينما قام نورتون بقتل نفسه ليتجنب السجن. وبعد أن قضى ريد 40 عاما في السجن تم إطلاق سراحه، وتذكر وعده لإندي فقام بزيارة باكستان ليجد تحت الحجرة لفافة تحتوي على الأموال وخطابا من إندي يطلب منه المجيء إلى جزيرة زيهواتانيغو، فيسافر إلى إندي ويجده ويجمع شمل الصديقين مرة أخرى. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيلم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إلى اللقاء.